في كرة القدم ومعضلات كرة القدم في لن نقول في الوطن الخليجي فقط بل على مستوى آسيا. سمو الأمير، خلينا ناخذ رأيك في هالموضوع بجانب كامل وبجانب شامل. أي موضوع؟ بالنسبة للوصل والنصر وعودة القرار، وأنتم مثلا من كبار أعمدة الرياضة في المملكة العربية السعودية وفي الدول الخليجية، بأنه تحدث الكثير بأنه من المفروض أن يحل بيننا كإخوان ولا يذهب إلى الفيفا. والله ما أنا يعني الفيفا أو الاتحاد الآسيوي، نعم، أو اللجنة التنظيمية، قوانينها وضوابطها كلها تحت مظلة الاتحاد الدولي. المسألة اللي يطرح نفسه ليه رفعوهم؟ ليه ما بتوا في الموضوع؟ أعتقد أنا يمكن الضغط اللي على مندوب الإمارات والضغط اللي على مندوب السعودية والإخوان الآخرين وجدوا إنه الوضع يمكنهم بالنسبة لهم إنه خليه يجي الأمر من الاتحاد الدولي وينتهي الموضوع على ما هو عليه. ولكن الموضوع واضح، يعني أنا ما أشوف فيه الأحداث اللي حصلت واضحة. العواقب اللي عليها يمكن نختلف على حجمها، لكن ما نختلف على أنها يجب أن تحدد. الحكم هو القاضي وحكمه نهائي. الحكم أكمل المباراة والفريقين أكملوا المباراة وانتهت. نتيجتها ثبتت، انتهى الموضوع. كان على الحكم انه والله يلغي المباراة، كان على الحكم انه والله يتصرف تصرف آخر، هذا شيء آخر. الحكم قرر بعد فترة المباراة أكملت، انتهى الموضوع. فيما يتعلق بالمباراة من ناحية فنية، القضية اللي يجب انها تناقش هي كيف تعاقب نادي الوصل على الاحداث اللي حصلت. بالنسبة لمباراته، وجهة نظري الشخصية كرئيس لجنة فنية ومسابقة الاتحاد السعودي لكرة القدم 10 سنوات مضت منذ سنوات، هذا الموضوع بالنسبة لي وما رأيته أنا انه اعتقد انه المباراة ما دام الحكم اقر انها تستكمل واستكملت فانتهى الموضوع. قضية ان احنا نتناقش اعادة المباراة، هذا كلام انا اعتقد انه يجب ان يكون الانسان صريح ويجب ان يكون الانسان واضح في هذا الموضوع. اعتقد انا انه المباراة اكملت وانتهت، نتيجتها بغض النظر ما هي نتيجتها. ما يتعلق بالعقوبة على نادي الوصل، نادي الوصل يجب ان مباراته التي سوف تقام في دبي يجب أن تقام 100 كيلو مثل ما صارت لعدة فرق أخرى، لأن تنقل مباراة كومبليتلي إلى أبو ظبي، تنقل إلى جهة ثانية، والمباراة الثانية تبقى في قطر كما هو معمول بها. أنا أعتقد أن هذا لو كان أنا صاحب القرار، لكن في نفس الوقت أنت تجي وتقول والله اللوائح الموجودة تفسر. هذه الحقيقة. عشان كذا هم رفعوا الموضوع، ولكن أنا أعتبرها أن اللجنة ضعيفة بكل المقاييس. كان يجب أن تحل هذا الموضوع داخل اللجنة، لأنه اللوائح اللي هم حاطينها والأنظمة اللي هم حاطينها هي من عمق ضوابط أي لائحة كان من لائحة الاتحاد الآسيوي أو من لائحة الاتحاد الدولي. هم الآن رفعوها للاتحاد الدولي، هم رفعوها من أجل يتجنبوا الضغوط الاجتماعية اللي عليهم كلجنة. أنا أعتقد أنه هذا خطأ جوش. جميل. الأمير نواف محمد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والخبير ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي ل10 سنوات سابقا. ما كنت رئيس ولا شيء، أنا كنت عضو في اتحاد كرة القدم. لا رئيس، أنا قلت رئيس اللجنة الفنية. رحمة الله. نعم. أنا قلت رئيس اللجنة الفنية سمو الأمير. يعني المهم أنا أعطيتكم وجهة نظري في هذا الموضوع. يعني صحيح. بالعكس يعني الاقتراحات حتى جميلة يعني، وبنناقشها مع أبو حمد. شكرا لك سمو الأمير، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. أيضا أنا قبل أن أدخل إلى خالد أعتذر منه يعني على المشاكل الفنية اللي حدثت في الصوت، بنستفيد من تواجده معنا. وأرحب بك مجددا خالد الشعلان. خليني خالد، يعني أول شيء أنت قبل أن